سلام، مرحبا بكم في قناتي مانيسا صافور. ان شاء الله تكونوا لاباس وانتم تتبعوا في الفيديو تاعي. اليوم راح ندير معاكم المردوم في الفخار. كما تشوفوا هنا راهو طايب زبده، العظم طاير وحده، اللحم كيفاه محمر. يعني ما شاء الله ما شاء الله. اللي يحب الوصفه ويحب يخرج النتيجه هذه تبع معايا لاخر الفيديو. شوفوا هنا دوك نوريكم كيفاش يعني الطرف اللحم كيفاه يتفتت من بعضه من كثرة ما هو ذايب يعني وطايب زبدة. قبل ما نبدا في الوصفة نحب نشكر الناس الكل اللي اشتركوا في قناتي، الناس اللي دعمتني. ربي يحفظكم، شكرا لكم. وما تنسوش الجيم والكومنتير وتابعوا معايا الوصفة. دركا واش ندير، نجيب هكا حاجة نحط فيها اللحم، يكون الطروف تاعي ماذا بيا يكونوا فيهم الشحم والعظم باش يجوا هكا بنان حسب الكمية تاع اللي راح ديروها يعني، وحسب افراد العائلة كل واحد راح يدير الشيء اللي يحتاجه. وهنا ندير ليهم شوية زيت، ما نكثرش، قدر 2 مغارف زيت كبار ولا 3، المهم ما نكثرش ياسر الزيت خاطر فيه هو الشحم. وهنا نجيب شوية فلفل كحل وشوية كركم، ما نكثرش الكركم باش ما يريحليش الذوق تاع اللحم. السر هنا باش يجيك اللحم هذا كيما تاع المصلي وراح يجيك البنة هايلة يعني. واش لازم تديري، ما تكثريش التوابل يعني، هنا ما نكثرش غير فلفل كحل وشوية خلاص كركم، ونزيد معاهم شوية ثوم يعني 3 سنات ثوم نقصهم هكا على 2 ونرميهم مع اللحم. كاين اللي هنا اللي يدير التوابل ياسر كيما الكمون، الفلفل الاحمر، يزيد يدير معاه راس الحانوت، القزبر، الكرويه، التابل يعني يكثروا من التوابل. هو صح راح يطيب ويجيب صح من بعد ما يجيكش بالذوق اللي راني نهدر عليه. جربوه بالطريقه هذه وما تندموش. هنا درت معاه شويه فلفل حار هذاك الاحمر الصغير باه يجيني شويه حار خاطر انا نحب الحار. وهنا نجيب بصل يكون قصيتو هكا شرائح، واحد البصلة كاملة ولا نص بصلة كبيرة. وانا نبدا نخلط في المقادير هذه كلها مع بعضها، ونحاول ندخل هاك الفلفل الحلو والملح والامور هذيك في بعضها، ونضغط مليح على البصل باش يسيب الماء تاعو بالطريقه هذه. أنا بعد كملت خلطت كل شيء في بعضها، داخلة التوابل في بعضها، نحطو هكا أكوتي ونجيب الحاجة تاع الفخار اللي راح ندير فيها، يا إما البرمة هذه تاع الفخار ولا أي نوعية تكون عندك. أنا راح نستعمل هذيك السوبيير اللي عند الناس كل درك تشوفوها. راح نستعمل هذه يعني درك تشوفوها. علاش نخير هذه وتعجبني، خاطر القاعده تاعها صغيره وما يعني حتى يكون يفوت شويه في اللحم ولا تنسيه شويه ما يتحركش، راح يكون كلش فوق بعضها يعني اللحم متراكم فوق بعضها، وتكون القاعده تاعو بريسك فارغه يعني. حتى يكون كاش ما تحرق شويه ولا تخطف لك شويه، ما اللحم يبقى لاباس عليه وما يصرالو والو. نجيب اول حاجه نجيب شويه بصل من الخليط هذيك اللي درتو تاع اللحم. نجيب شويه بصل نحطه هنا في القاعده تاعو هكا على بالكم باش شغل نضحي بيه يعني، هذا باش حتى كوني تخطف شويه يعني ما يتحركليش اللحم. يعني قبل ما نحط البصل وقبل ما نحط اللحم، اول حاجه يعني نورمالمون نبداها هي اني ندهن السوبير هذه تاعي بالزيت في الجوانب يعني، ومن بعد نبدا نحط الخليط تاعي. ونحط هنا اللحم تاعي واحده بواحده حتى نكمل. نكمل نفرغ البقايا هذيك كلها تاع البصل والتوابل والثوم وكل شيء. ومن بعد هنا واش ندير، نجيب عرف تاع الكليل، يجي هاي الكليل مع اللحم. هنا ندير العرف تاعي هكا من فوق، ما نفتفتش فيه ياسر باش ما يجيش قوي. ونجيب هنا قدر فنجيل هكا ماء ونصبو على اللحم، صح ما نصبوش يعني فوق، ونديرو هكا مع الشافيه باش يهبط لتحت، ما نصبش فوق اللحم باش ما يتنحلوش التوابل والملح.
اخر حاجه هنا نديرها نرمي قرينات الفلفل الحارين، ونجي نغطي عليه بالبابي كويسون ولا كيما نقولوا ورقه طهي، ونزيد البابي ألومنيوم ونغطيها مليح ونقفل عليها ونضغط مليح على الجوانب، ونزيد نربطها بالخيط هذاك الغذائي. واللي ما عندوش الخيط يلوي بابي ألومنيوم هكا ويلويه مليح ويدوروا على الحافة هذيك تاع السوبير هذيك، يعني يحاول يقفل بأي طريقة باش ما يخليش الهواء يخرج وتطيب الكثمثم. كيما تشوفوا هنا هكا نربطها، نضغط عليها مليح من الجوانب كيما تشوفوا هكا، ومن بعد نغطيها بالغطاء تاعها ونحطها ديريكتومون في الفور. هنا مدة الطهي حكمت لي ساعتين ونص، يعني ساعتين ونص. المرة الأولى قويت عليها النار حتى سمعتها بدت تتكتك، يعني بدت تغلى، ومن بعد نقصت عليها خليتها على نار متوسطة وخليتها طابت حتى يعني تحصلت على النتيجة اللي راح تشوفوها دركا. شوفوا ما شاء الله يعني كيفاش محمر وكأنه مقلي ولا مشوي ولا، وهو راهو طايب كيما حطيته معاكم هاني حليته. شوفوا كيفاه النتيجة ما شاء الله، يعني اللحم ذايب زبدة، العظم طاير على اللحم يعني، والبنة والريحة يعني ما شاء الله ما شاء الله. واللي حب يجرب ويشوف يجرب على ضمانتي. حاجة واحدة برك، يعني إذا كان عندك الفور تاعك قوي ياسر لازمك تطلي عليه هكا مثلا في نص الوقت تطلي عليه، أما أنا لا طليت عليه ولا شفته، فقط خليته ساعتين ونص، عرفتوا كيف راح يطيب وجاني بالطريقة هذه ما شاء الله. إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو، عجبتكم الوصفة، والفيديو الجاي إن شاء الله ما بقى لي غير نقول لكم في أمان الله وباي باي.